السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب الست بسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. يا رب يجعل النهاردة يومكم هادي ونادي ومليان بالفرحة والسعادة. قولوا امين زي ما كان ست بسيطة بتقول. في مطبخ ست بسيطة وبنوتتها ما تنسوش تحطي اللايك، ما تنسوش تحطي تعليق جميل يكبر بخاطركم ربنا، وتشتركي لو انت مش مشتركة، وتتابعينا لو انت مشتركة. النهاردة حبايب قلبي هقدم لك احلى صوص كل البنات بتموت كده فيه وتدوب فيه دوب، الصغيرين والكبار. صوص الشوكولاتة حبايب قلبي، مكونات سهلة خفيفة رئيسية معاكي، موجودة في كل بيت زي ما عودناكم في مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. تعالوا اقول لكم ايه هي مكوناتنا. نسمي بالله ونقول معايا ايه حبايب قلبي. انا عندي المكونات الرئيسية هم 4، ولكن احنا هنضيف لها حاجة عشان تطعمها لي، الا وهي ايه؟ الفانيليا. دي اختيارية، عندك ما عندكيش ما تقولش لا. الصوص هيبقى جميل ولذيذ وطعمه كده ايه شوكولاته وحلوه وجميله. عندي حبايب قلبي سكر حسب الرغبه، يعني ده كوب، يعني انا هستخدم كوب من السكر وبودر. وعندي حبايب قلبي كوب من اللبن، وعندي حبايب قلبي نص كوبايه من الزيت. وعايزه اقول لكم يا حبايب قلبي الزيت ده على حسب ما انت عايزاه يتقل منك. يعني انت يا حبيبه قلبي عايزاه تقيل، قوامه تقيل، بتزودي الزيت، وهقول لكم بتضيفوا الزيت ازاي. طيب يا حبيبه قلبي، وعندي كمان فنجان من الكاكاو. هعمل ايه دلوقتي يا حبايب قلبي؟ بحضر الخلاط. احنا هنعمل مكوناتنا كلها بالخلاط، وصفه لذيذه وسهله وسريعه كده، مش هتاخد منك دقايق يعني ان شاء الله. طب ما تعالوا اوريكم حبايب قلبي. انا جهزت كده الخلاط بتاعنا، هقوم فاتحاه ونسمع على الهادي. وبصي يا حبايب قلبي، انا دلوقتي الفانيليا انا ما وديتهاش في حته، انا دوبتها في قلب اللبن. هعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هاخد كوبايه اللبن واضيفها الاول يا حبايب قلبي. هبدا اضيف السكر واضيف الكاكاو. السكر يا حبيبه قلبي زي ما قلت لك حسب الرغبه وحسب التحليه اللي انت عايزاها. بعد يا حبايب قلبي ما انا حطيت كل مكوناتنا، اللبن وحطيت الكاكاو وحطيت السكر وقلبت الفانيليا في قلب اللبن يا حبايب قلبي، دلوقتي هضرب الخلاط واتاكد ان هو كده اتجانس كله مع بعضه ودايب كل حاجه. بعد كده يا حبايب قلبي هقولكوا هنعمل ايه. قلبي انا دلوقتي بعد ما ضربت، بصوا هو لسه سايل خالص خالص، واتاكد يا حبايب قلبي ان كل الحروف عندي انا واخداها علشان ما يبقاش فيه تكتلات او حاجه من ده. هعمل ايه يا حبايب قلبي؟ دلوقتي هضيف الزيت. ازاي؟ استنى. دلوقتي عملت ايه يا حبايب قلبي؟ انا دلوقتي حطيت سرسوب من الزيت على الشوكولاته بتاعتي، وانا زي ما قلتلكوا حسب التقل هفضل بعمل كده لغايه ما اوريكم القوام اللي انا عايزاه. هوريكم بقى دلوقتي يا حبايب قلبي قوام الصوص بتاعنا جميل لذيذ حاجه كده. ده الصوص بالظبط اللي انا عايزاه يا حبيبه قلبي، وقلتلك عايزه تقليه زودي زيت. احلى صوص ينفع كيكات، ينفع يا حبيبه قلبي تزيين، مثلا تعملي بيها كيكه وتزيني بيها تورت، حاجه كده جميله. ممكن كمان تحشي بيها مثلا كيكه. الف هنا وشفا على اللي يجربها يا حبيبه قلبي. بدل ما نجيب من بره، ليه هنجيب من بره؟ لا يا حبيبه قلبي، احنا في مطبخ ست بسيطه وبنوتتها بنقدم لك الوصفات السهله البسيطه، مكونات قليله اللي نخلي حضرتك ويا بنوته انت كمان تقومي تعمليها بكل سهوله. وكده يا حبايب قلبي اقولك ما تنسيش اللايك، ما تنسيش تعملي سبسكرايب، وتكتبي لي تعليق حلو يكبر بخاطري يكبر بخاطركم ربنا. وفي نهايه الختام اقول السلام عليكم ورحمه الله